مرحبا بكم في حلقة جديدة من المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات. باسمكم وباسم البرنامج دعوني بدءا أرحب بضيفي وصديقي وزميلي في الاستوديو أنس بيان. أهلا وسهلا بك. حياك الله عبد الرحمن وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المسابقات الرمضانية تحت مسمى صحابيات. على السريع كذا عبد الرحمن خلينا ايش؟ نذكر المشاهدين الكرام بطريقة سير هذا البرنامج وطريقة التواصل. سنطرح لكم سيرة أحد الصحابيات الجليلات، وأول ما يتسنى لك معرفة الصحابية تتصل علينا عبر الرقم الظاهر لك في الشاشة وتدخل السحب بقيمة $100. نعم. نذكر أيضا أن السحب سيتم عن طريق المشاركات عبر الأرقام التي ظهرت أمامكم في الشاشة، وليس هناك سحب عن طريق الفيسبوك. طيب، بداية الصحابية لهذا اليوم هي صحابية جليلة، وهي بنت لثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمها هي زينب بنت مضعون، ويجتمع نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. فيعني نقدر نحصر هذه الصحابية في أنها بنت لثاني الخلفاء الراشدين وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أيضا ذكرت أنها ابنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويجتمع نسبها في مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خنيس السهمي، وبقيت معه حتى مات بعد هجرتهما إلى المدينة، وكان ذلك عند عودة النبي من غزوة بدر. وبالمناسبة خنيس السهمي هو الرجل الوحيد من قبيلة سهم الذي حضر غزوة بدر وكان من أصحاب الهجرتين. نعم، وكانت قد تزوجت أو قد ترملت بعد وفاة زوجها خنيس، وعرض أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر الزواج منها، فرفض أبو بكر، شكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر قد رفض الزواج من ابنته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يزوجك الله خيرا منها، فتزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يعني حين رفضها أبو بكر أصبحت خير، يعني خير أنه يرفضها أول خلفاء الراشدين، لأنه من تزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خلينا نذكر بعض من مناقبها. يقول الحصول على شرف الهجرة إلى المدينة مع زوجها. نعم، يعني حصلت على شرف الهجرة، كانت من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهذه من ضمن المناقب يعني المعروفة عن صحابيتنا لهذا اليوم. ومن مناقبها أيضا فصاحتها وبلاغتها، وقد ورد أنها هونت على أبيها في مرضه بكلمات بليغات. نعم. نستقبل طيب أول اتصالات. ما شاء الله الاتصالات خلاص وردت. نستقبل أول اتصالنا لهذا اليوم، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي؟ من وين تكلمني؟ منصور من؟ منصور زينو من تركيا. منصور زينو من تركيا، حياك الله حبيبنا منصور. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ الصحابية حفصة بنت عمر بن الخطاب. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. أنا أتمنى لك حظا طيبا وحالف كل حظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أنا أشوف أنهم عرفوا الإجابة في وقت مبكر يا أنس، تتوارد علينا الاتصالات دائما في جميع الحلقات. ما شاء الله تبارك الرحمن، متابعين المعلومات أول بأول. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. حياك الله. الشهر عليكم مبارك. معك علينا وعليك يا رب. معكم أم أنس. حياك الله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله. الله يحييك. الله يحييك ويبقيك يا رب العالمين. يا مرحبا. هي السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الشهر عليك مبارك. علينا وعليك يا عبد الرحمن وعلى أنس بيان. الله يحييك. حياك الله. الاسم الكريم أخوي. معك أبو تركي من اسطنبول. أهلا وسهلا بأبي تركي من اسطنبول. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ أي نعم، الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها.
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكرين لك يا أبو تركي ويحالفك الحظ إن شاء الله. ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ إسرار جاسر من اسطنبول. إسرار جاسر من اسطنبول، حياك الله أختي إسرار. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أهلا وسهلا. الإجابة هنا حفصة بنت عمر بن الخطاب. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ عبد العزيز أحمد. أهلا يا عبد العزيز من أحمد. الرياض. أهلا يا عبد العزيز أحمد من الرياض. تعرفت على الصحابية يا عبد العزيز؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب. شاكرين لك يا عبد العزيز. بنت عمر. شكرا لك يا عبد العزيز. متابعينا فاضل فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيط. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. أطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونذكركم بأننا لازلنا في صدد استقبال اتصالاتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ونذكر بأن قيمة الجائزة للسحب هي $100 بشكل يومي. نعم، ناخذ أول اتصال، نقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ معك أسامة إدريس. حياك الله أسامة، الشهر عليك مبارك. علينا وعليك أخوي عبد الرحمن وعلى أنس وعلى جميع متابعين البرنامج. الله يسلمك. من وين تكلمنا يا أستاذ أسامة؟ كلمت من اسطنبول. حياك الله. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ إيه نعم، الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر بن الخطاب. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. شاكرين لك يا أستاذ أسامة، يحالفك الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حبيبي، من معي ومن وين تكلمني؟ عبد الرحمن أحمد من الرياض من السعودية، صديقكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا حبيبنا صديق البرنامج عبد الرحمن أحمد من الرياض. هل عرفت الإجابة يا عبد الرحمن؟ ايوه تفضل. مرة ثانية معليش. حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكر لك صديق البرنامج عبد الرحمن، وتدخل إن شاء الله معنا في السحب وتفوز. ما يحتاج تاخذ منا إجابة صديق البرنامج. أي ما يحتاج، عندنا كم 5 كذا تقريبا. أي نعم، كلهم ما شاء الله على السحب إن شاء الله. وإلى متصل آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ صابرين حسن من الرياض. أهلا وسهلا أخت صابرين. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ السيدة حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر. شاكرين لك يا أخت صابرين ويحالفكم الحظ. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من معي ومن وين تكلميني؟ كريمة موسى من الرياض. كريمة موسى من الرياض. حياك الله أختي كريمة. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكر لاتصالك. إلى ضيف آخر. وإلى متصل آخر بعد إذنك يا أنس. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ مها نقاش من الرياض. أهلا وسهلا أخت مها، شهر عليكم مبارك. علينا وعليكم إن شاء الله. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكرين لكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله حياك الله. الله يحييك ويبقيك، كيف الأمور؟ يا مرحبا. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك ويبقيك. من معنا ومن وين تكلمنا؟ خالد القطب من اسطنبول. الله يحييك يا أبو خلود، يا مرحبا يا مرحبا. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، حفصة بنت أبي بكر. حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر، عفوا. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. هذا خلط بنت أبي بكر أسماء الحلقة أمس بحلقة اليوم. أهلا وسهلا. اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معي؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ أحمد محدين من الرياض. أحمد محدين من الرياض. أهلا وسهلا يا أحمد، الشهر عليكم مبارك. علينا وعليك حبيبي. حياك الله وحيا أهل الرياض كلهم. الله يحييك ويبقيك. هل تعرفت على الصحابية يا أحمد؟ نعم، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. شاكرين لك يا أحمد ويحالفك الحظ إن شاء الله. ضيف آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ حيا الله أبو صقر. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟
عبد الرحمن محمد من الرياض. يا أهلا وسهلا، حياك الله يا عبد الرحمن. هل عرفت الإجابة اليوم؟ نعم، الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من التليفون يا أستاذ فاضل. يا هلا والله. حياك الله. الاسم الكريم. الاسم نبيل أمين الحوفة. نبيل أمين الحوفة، أهلا وسهلا بك. شهر عليك مبارك يا أستاذ نبيل. علينا وعليك إن شاء الله، تصوموا وتفطروا على خير بإذن الله. آمين يا رب. من وين تكلمنا يا أستاذ نبيل؟ من اليمن. أهلا وسهلا بكم جميعا. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ أي نعم، الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة بنت عمر الخطاب. شاكرين لك يا أستاذ نبيل ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ أنا أسيل محمد من السودان. أسيل محمد من السودان. حياك الله أختي أسيل. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أيوة، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. شاكر لاتصالك أختي أسيل ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم. أم عبد الله من الخفجي. أهلا وسهلا أم عبد الله. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ أي، الصحابية حفصة بنت عمر رضي الله عنها. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. شاكرين لك يا أم عبد الله ويحالفك الحظ إن شاء الله. متصل آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ زبيدة من اسكتلندا. زبيدة من اسكتلندا. حياك الله أختي زبيدة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أيوة، حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. راح المتابعين بس لو يسمعون انهم لازم يسمعونا من التليفون مو من الشاشة، كان حلت نص المشاكل. يا ابو صقر. حياك الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تولين أحمد. أهلا أهلا بتولين، أهلا بصديقتنا. من وين تكلمينا يا تولين؟ من وين؟ شهر مبارك علينا وعليك يا حبيبتي، علينا وعليك. الشهر مبارك عليكم جميعا. من الرياض. أهلا وسهلا. ناخذ إجابة ولا ما يحتاج؟ والله أنا قلبي بدأ يضعف والله يا أنس. حفصة. الإجابة حفصة. شاكرين لك يا تولين ويحالفك الحظ إن شاء الله. إن شاء الله تفوزين يا تولين. شكله انقطع الاتصال والله يا اخي، بس سعاده المخرج بس لو تسمح لنا ندخلهم على طول هذول وتعطينا وقت كمان نسولف معاهم شويه. الله يجزاك خير. الى متصل اخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم حبيبنا، هل تسمعني؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ إحسان حسين من السودان. إحسان حسين من السودان. حياك الله أختي إحسان. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. اهلا وسهلا بك، حياك الله. الشهر عليك مبارك. الله يبارك فيك، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب بخير وبسلامه. الاسم الكريم اخي.
أحمد محمد القفاص. اهلا وسهلا بك استاذ محمد، هل تعرفت على الصحابيه لهذا اليوم؟ نعم، الصحابية الجليلة السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب. حفصه، من وين تكلمنا يا استاذ احمد؟ من اسطنبول. شاكرين لك ويحالفك الحظ ان شاء الله. متصل آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. يلا روح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي من تكلميني؟ راوية خليل من السودان. راوية خليل من السودان، حياك الله أختي راوية. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ حفصة بنت عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. والى ضيف اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. رمضان مبارك علينا وعليكم، اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ الله يسلمك. عبد الأول محمد سعيد. عبد الاول محمد سعيد، من وين تكلمنا استاذ عبد الاول؟ نعم، من السويد. من السويد، اهلا وسهلا بكم باهل السويد جميعا استاذ عبد الاول. الله يسلمك. حياك الله. الله يحفظك حبيبي. هل تعرفت على الصحابيه هذا اليوم؟ نعم، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكرين لك يا استاذ عبد الاول واهلا ومرحبا بك. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما شاء الله شكل في ضغط اتصالات يا عبد الرحمن. اي ما شاء الله. الله يزيدهم. ألو السلام عليكم. حبيبنا هل تسمعني؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ زين من أديس. الاسم مرة أخرى؟ الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. الاسم مرة أخرى. عفوا؟ الاسم يا أختي. زمزم عبد الواسع من أديس. زمزم عبد الواسع من أديس، حياك الله أختي زمزم. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معنا الاتصال ساعة المخرج؟ طيب لعلنا فقدنا الاتصال يا أنس. يظل في ضغط ما شاء الله تبارك الله. اي لا شك ما شاء الله تبارك الرحمن. نعود ونتحدث عن الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. قلنا أنها اشتهرت بفصاحتها وبلاغتها، وقليل من النساء آنذاك من اشتهر بفصاحته وبلاغته، يعني نذكر منهم الشاعرة الخنساء وقد برزت في هذا أيما بروز. فالآن لما نقول لك أن الصحابية برزت بفصاحتها وبلاغتها نعرف أن هذا نادر، وقد ورد أنها هونت على أبيها في مرضه بكلمات بليغة. نعم. طيب عبد الرحمن الحديث شيق صراحة، لكن الاتصالات بدأت تتوافد. ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ هدى صالح من السودان. هدى صالح من السودان، حياك الله أختي هدى. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. من بقي من اصدقاء البرنامج ما شارك؟ عبد الرحمن احمد دق وسورين دقت. من باقي لنا؟ والله ما ادري يا اخي، كل يوم يطلع لنا صديق ان شاء الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيكم العافية. الله يعافيك، اهلا وسهلا، الشهر عليكم مبارك. الله يبارك بعمرك، مبارك صيامكم، تقبل الله طاعتكم جميعا. اللهم امين، ومنا ومنكم صالح الاعمال. اسم الكريم اخي؟ ياسين بدران. اهلا وسهلا استاذ ياسين، هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ نعم، الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر حفصة بنت عمر الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر. من تكلمنا استاذ ياسين؟ من اسطنبول. حياك الله، اهلا بك وباهل اسطنبول جميعا، شاكرين لك اتصالك ويحالفك الحظ ان شاء الله. ضيف اخر ومتصل اخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. دعنا نذكر عبد الرحمن بان الاجوبه نستقبلها فقط عن طريق الاتصالات. نعم. وان لا توجد يعني اجوبه عن طريق الفيسبوك نعم. والتعليقات، والاتصال عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشه، وقيمه الجائزه هي $100، لان نعم. البعض يكتب الاجوبه على البث المباشر على الفيس نعم. ويعتقد ان هناك سحب. لان يعني جرت العاده على هذا، لكن السنه هذه غيرنا، قلنا ما في الا اتصالات صوتيه. ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن تكلمني؟ يا هلا بكم، الله يحييكم، كل عام وأنتم بخير. أولا وأنتم بخير وصحة وسلامة، الله يحييك. حسن محمد نور من الرياض. أنعم وأكرم، حياك الله حبيبنا حسن محمد نور من الرياض. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ أي نعم، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ بإذن الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب احنا ذكرنا انها كانت من مناقبها انها فصيحة، وأن فصاحتها وبلاغتها، وقد ورد أنها هونت على أبيها في مرضه بكلمات بليغة. وذكرت أنت أن الخنساء، أو المعلومة هذه لعلي ما ركزت فيها. نعم، الشاعرة الخنساء كنت أقول أن النساء آنذاك يعني ما كانوا ليسوا بالفصحاء، لكنهم لا أقارنهم بالرجال، لأن أغلب الشعراء آنذاك لبيد بن ربيعة وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وحسان بن ثابت رضي الله عنهم، كلهم كانوا أصحاب فصاحة، ومنهم أيضا الخطباء. فلما نذكر النساء نجد أن في يعني قلة، فلما تبرز منهم امرأة في البلاغة والفصاحة تعرف أنها ذات شأن، مثل الصحابية التي عندنا لهذا اليوم، ومثل أيضا الشاعرة الخنساء، وقد سبق الحديث فيها. طيب ماذا عن كثرة صيامها وقيامها؟ أنس حدثنا عن هذا. كانت تكثر الصيام، وكانت تكثر قيام الليل، جعلنا الله وإياك يا عبد الرحمن والمتابعين ممن يكثرون الصيام والقيام. وكانت كثيرا ما تلوم نفسها يعني في التقصير، يعني مثلا إذا قصرت في الصلاة، قصرت في الصدقة، يعني قصرت في حقوق الوالدين، قصرت في الجار وما الجار، دائما تلوم نفسها بالتقصير. نعم. يعني وسبحان الله كثيرة الصيام والقيام، يعني نسأل الله عز وجل. واتهام النفس بالتقصير ولومها نوع من يعني يعطيك نوع من التحفيز أو الدافع، والنفس كما قال البصيري في بردته: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. الاتصالات بدأت ترجع. طيب وناخذ اتصال، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ زياد. الاسم مرة أخرى. أنا لقيت زياد بس الثانية ما أعرف. زياد عثمان. زياد عثمان. زياد عثمان، حياك الله حبيبي زياد. من وين تكلمني يا زياد؟ من الرياض. قال إنه من الرياض.
قال زياد عثمان. من الرياض. من الرياض. أصبت يا أبو ليلى. هل عرفت الإجابة يا حبيبي؟ قول ايوه. ايوه. تفضل. حفصة حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك حبيبي زياد ويحالفك الحظ إن شاء الله. ودنا ندخل زياد ومن تلقن زياد. أيوة. الله يجزاهم خير. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم أخي. نعم. الاسم الكريم طال عمرك. عبد الله الأهدل. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، الشهر عليك مبارك. من اسطنبول أكلمكم. حياك الله. أقول الشهر عليك مبارك يا عبد الله. ما اسمعك هذا. الإجابة طال عمرك، الإجابة. هل تعرفت على الصحابية؟ اي طبعا، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكرين لك يا أستاذ عبد الله ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا هل تسمعني؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. بدري من جدة. ألو. شدن بدري من جدة. شدن بدري من جدة. حياك الله حبيبتي شدن. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. يظهر أنه فقدنا الاتصال يا أنس، أو أنه معنا. ريان سعيد. الإجابة حفصة. ما شاء الله خلص كل شيء. شو يقول؟ اسمك يا حبيبي، اسمك معليش مرة ثانية. ريان سعيد. ريان سعيد. من وين تكلمني يا ريان؟ من الرياض. من الرياض. وش الإجابة؟ حفصة. حفصة. شكرا لك يا ريان ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا تسمعني؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما أدري اتصال معنا ولا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نذكر المشاهدين لأن يستمعوا ياخذوا الاتصال عن طريق الهاتف ويغلقون الشاشة بس بحيث ان احنا نسمعكم مضبوط. الو السلام عليكم. طيب ذكرت يا أنس أنها كانت تكثر الصيام والقيام رضي الله عنها ورحمها الله، وكانت تؤنب نفسها على ذلك، وذكرنا أن هذا نوع من الأشياء اللي ممكن تحفز الإنسان، أنه مهما عمل أو مهما يعني سوى من طاعات، وهذا إذا وجد أن نفسه مقصر يلوم نفسه ويؤنبها ليزيد من هذا
ويكثر الطاعات. الله يجزاك خير عبد الرحمن. ناخذ اتصال وبنرجع لك. خذ راحتك. الله يحييك. اتصال آخر نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ ناصرة إدريس من اسطنبول. ناصرة إدريس من اسطنبول. حياك الله أختي ناصرة. هل عرفتي صحابية هذه الحلقة؟ حفصة ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب نستكمل وبدأناه يا أنس. ماذا عن روايتها للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ روت عدد من الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ عددها 28 حديث. أنا بس لست متأكد هل هو 28 حديث بالضبط أو لا، لكن حسب ما قرأت أنه روت عدد من الحديث وبلغ عدد أحاديثها التي روتها 28 حديث. نعم. جميل. ويذكر أيضا أنها توفيت في شهر شعبان من السنة 45 للهجرة في عهد معاوية بن أبي سفيان، وكانت تبلغ 60 سنة آنذاك. يعني ما شاء الله. دعنا مقطوعين باتصال الآن بعد إذنك يا أنس. نستقبل آخر اتصال. نقول ألو السلام عليكم. آخر اتصال ما قبل الفاصل طبعا. ألو السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. الاسم الكريم. سلمى محدين. أهلا وسهلا بريحانة القلب سلمى أختي. شهر عليكم مبارك يا أختي. علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. من وين تكلمين يا سلمى؟ من الرياض. أهلا وسهلا بكم جميعا. هل عرفتي الإجابة يا سلمى؟ نعم، السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكرين لك يا أخت سلمى ويحالفك الحظ إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا. فاصل قصير ونعود إليكم. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان. إننا دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان
هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا. عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. تستقبل أول اتصال يا أنس. ناخذ اتصال، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا مرحبا، حياك الله، نورت والله الشاشة. الله يحييك، يا مرحبا. حياك الله. ما معرفنا على اسمك بس، ومن وين؟ ريان، معكم ريان من الرياض. ريان نقاش من الرياض، حياك الله حبيبنا ريان. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ صحيح، حفصة بنت عمر الخطاب. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ تالا محمد. أهلا وسهلا تالا، الشهر عليكم مبارك. علينا وعليكم السلام. من وين تكلمين يا أخت تالا؟ الإجابة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. من وين تكلمين يا تالا؟ من الرياض. أهلا وسهلا بكم أهل الرياض جميعا، يحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر ونقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مين معايا؟ رهف الخفجي. مين؟ رهف من الخفجي. رهف من الخفجي، أهلا وسهلا. رهف وليد من الخفجي، حياك. رهف وليد من الخفجي. أهلا وسهلا حبيبتي رهف، حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم. تفضلي. سيدة حفصة عمر. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك، وتدخلين في السحب على طول. وفي صداقة البرنامج على طول على طول، ما يحتاج. ومتصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ هالة محمد من الرياض. أهلا وسهلا أخت هالة، الشهر عليكم مبارك. علينا وعليكم. هل تعرفتي على الصحابية يا أخت هالة؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب. حفصة بنت عمر، شاكرين لك ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. أخذنا رهف وتولين اليوم أي رهف وتولين وعبد الرحمن أحمد. أي نعم. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي من تكلمين؟ فريدة سعيد من الرياض. فريدة سعيد من الرياض، حياك الله أختي فريدة. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ اي نعم، حفصة بنت عمر رضي الله عنها. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. الاسم الكريم؟ يوسف محمد.
مرة أخرى بعد إذنك. يوسف محمد. يوسف محمد، الشهر عليكم مبارك يا يوسف. علينا وعليك. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة بنت عمر. من تكلمنا يا يوسف؟ من الرياض. أهلا وسهلا بكم أهل الرياض جميعا. وفدتنا اتصالات كثيرة من الرياض. أنا مؤكرم. أي والله أي والله أنا مؤكرم. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ محمد عبد الله من اسطنبول. محمد عبد الله من اسطنبول؟ ريان محمد عبد الله من اسطنبول. محمد عبد الله من اسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا ودي الشيخ الغالي. معليش والله يا أخي. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ الصحابية حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ياسر محمد. أهلا وسهلا ياسر. من تكلمنا ياسر؟ صديق البرنامج. صديق البرنامج بلا شك يا ياسر، حياك الله كل يوم. من وين تكلمنا يا ياسر؟ من الرياض. حياك الله. هل عرفت الصحابية يا ياسر؟ حفصة. حفصة. شكرا يا ياسر، ودق علينا كل يوم ننتظرك. شكرا يا مصدق. الله يعينك. إلى متصل آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي من تكلميني؟ معك أم ريان من السعودية. أهلا وسهلا. حياك الله يا أم ريان. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ الله يسلمك. الإجابة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. شاكر لاتصالك ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى آخر اتصالاتنا لهذا اليوم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ فوزية سعيد من الرياض. أهلا وسهلا أخت فوزية، الشهر عليكم مبارك. الله يبارك علينا وعليكم. اللهم آمين. من وين تكلمين يا أستاذ فوزية؟ من الرياض. حياكم الله. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، السيدة حفصة رضي الله عنها. السيدة حفصة رضي الله عنها. شاكرين لكم أخت فوزية ولأهل الرياض ولجميع المتصلين لهذا اليوم هذه المشاركات الجميلة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم بعد الفاصل اللحظة المرتقبة، فانتظرونا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه.
أطلق كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلق. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون في كل مكان مع آخر فقرات برنامجنا لهذا اليوم. الإجابة كانت حفصة، السيدة الصحابية حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وجميع الإجابات ولله الحمد والمنة كانت صائبة ودخلتم جميعا معنا في السحب. نذكر أن قيمة الجائزة هي $100 تسحب بشكل يومي بإذن الله عبر هذه الحلقة. السحب عندك يا أنس، بس لخبط كذا قبل ما أسحب عشان إيش؟ حاضرين. ما شاء الله تبارك الرحمن الاتصالات جميعها كانت صحيحة. نعم. ونذكر طبعا كما جرت العادة بأن الفائز يتواصل معنا بحيث أن احنا نسلمه الجائزة وما إلى ذلك. نستقبل الفائز معنا لهذه الحلقة. توقعاتك؟ والله هي إن شاء واحدة من الرياض بما أن كل الاتصالات اليوم من الرياض. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يا أخي إخواننا من السودان والله لهم 3 حلقات فايزين. الأخت هدى صالح من السودان، ألف مبروك، جائزة بقيمة $100. إخواننا من السودان ما شاء الله الحظ معاهم قايم على قولتهم. ما شاء الله ما شاء الله. والله نتمنى للجميع إن شاء الله. والله يا أخي ألف مبروك للأخت هدى صالح من السودان. ونذكر الأخت هدى بأن تتواصل مع رقم القناة بحيث أنها تستلم جائزتها. وزي ما قلنا نعم ونذكر أيضا الفائزين في الحلقات الماضية أن يتواصلون مع الرقم اللي دقوا عليه عشان يستلمون جوائزهم. شاكرين لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان حسن الاستماع والمتابعة، والشكر موصول لك أستاذ أنس. والله شكرا لتقديمك دائما رائع. الله يطول بعمرك. الله يجزاك خير. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. نلتقيكم غدا في تمام الساعة 5 عصرا، فكونوا على الموعد. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا